مصر خرجت من كأس العالم، لكن الجدل لسه مخلص. بعد مباراة مصر والأرجنتين اللي حرقت دمنا كلنا، لولا الكلام دوت كانت مصر فازت بكأس العالم. يعني احنا كسبنا الأرجنتين 2-0 في الأول، لولا التحكيم الظالم كنا كسبنا كأس العالم يا شباب. لكن أداء الفراعنة كان قتالي لآخر دقيقة، ولولا ظلم التحكيمي لحكم والفيفا كنا خدنا كأس العالم. بس الشعب المصري احتفل باللعيب. انتوا تستاهلوا أكتر من كده يا أبطال. يعني ده أقل واجب المصريين يقدموا ليكم بعد العظمة اللي انتوا قدمتوها في الملعب دي. والله طبعا احنا بنفتخر بحسام حسن، وطبعا اخويا زيزو اللي من المنوفية، والمنتخب المصري كامل. العالم كله عارف ان مصر اتظلمت، والرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه كرم اللعيبة. بوجه لكم التحية وبشكركم وبقول لكم يعني انتوا كنتم فخر لينا، فخر صحيح يعني، ومعتزين جدا بيكم وبكل اللي انتوا عملتوه. يعني طبعا انتوا عارفين ان الكرة يعني كرة يعني ناس تكسب وناس ما تكسبش، لكن انتم كسبتم كتير قوي، مش بس النجاح اللي تحقق والفوز اللي تحقق، لا، احترام الناس، وده اكتر كتير اتصور، اكتر كتير احيانا من المكسب، ان الناس تحترم وتقدر اللي انتوا عملتوه. اتصور ده اكتر كتير احيانا من المكسب يعني. تحيا مصر، تحيا مصر. قول لي انت ايه رأيك في اللي حصل؟ عندي سؤال أيها الأرجنتين، ما الفائدة الكأس والعالم أجمع علم بفوزكم الظهور يا بطل الدوري السابق؟ عار عليكم. صل على النبي في قلبك وسلام.